السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين النهارده هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا وسهلة جدا وبسيطة كمان، مش هتاخد وقت. وصفة مناسبة جدا للجو الحار اللي احنا فيه ده، وخصوصا الناس اللي بتحب القهوة. هنعمل مع بعض موكا. هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة جدا وسهلة ومش بتاخد وقت. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدأ مع بعض الفيديو. زي ما انتم شايفين المكونات اللي هنستخدمها معايا هنا، زي ما انتم شايفين معلقتين كبار سكر، معايا كوبايه لبن بارد، معايا هنا مكعبات ثلج، معايا كمان معلقتين نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان. بعد كده هبدا اجيب الخلاط، دور الخلاط، وهنزل فيه بالنسكافيه والسكر. طبعا السكر طبعا حسب الرغبه، لو حابين نقلل او نضيف حسب رغبتنا او نزود حسب رغبتنا. هضيف بعد كده معلقتين نسكافيه او القهوه سريعه الذوبان. كمان هضيف اللبن، واخيرا هضيف مكعبات الثلج. وهبدأ اخلط المكونات مع بعضها. هخلطهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. وصفة لذيذة جدا وخصوصا لمحب القهوة في الجو الحار ده، كمان حلوة جدا. خلاص كده بقى جاهز معانا، المكة بقت جاهزة معانا. دلوقتي عندي هنا الكوبايات مجهزاها، هبدأ انزل فيها بالقهوة بتاعتي او المكة. قوامها جميل جدا وطعمها وريحتها حلوة جدا جدا. ممكن نضيف فيها مكعبات تلج بعد ما نصبها كده حسب رغبتنا. وانا هزينها كده ببودرة نسكافيه. وبكده الوصفة بتاعتنا جاهزة، ودي كانت وصفتنا النهاردة. جربوها يا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا، نشوفكم الفيديو الجاي.